السلام عليكم. فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس اللي دايما بتشتكي من فرد حمام عندها دايما فجأة بتلاقيه بيموت فجأة، ما تعرفش ايه السبب. او ممكن فرد الحمام طول ما هو تحت الاهالي بيكون صحته كويسة والدنيا تمام، لكن من لما بينزل على الارض ويبدأ يتعامل بيبدأ ان يجيله امراض ويموت. وفي ناس تانية ممكن تقول والله انا فرد الحمام ممكن يبقى تحت الاهالي وفجأة الاقيه يموت. وفي ناس بتشتكي ان فرد الحمام ممكن يموت بعد يومين. اولا الموت ده بتاع ربنا يا جماعة، لكن انا كمربي لازم اعمل اللي عليا. لما الاقي حد بعت لي ده على الخاص، بجد انا زعلت جدا جدا. اكيد حضراتكم مش بتسمعوا فيديوهاتي ولا بتسمعوا اي حاجة انا بقولها خالص. انا كتير بناشد وبقول يا جماعة ما تدوش فرصة لفرد الحمام ان يتكون تقلصات في الامعاء او يتكون اتساخات في الامعاء. الاتساخات بتيجي من ايه؟ ان شاء الله هعمل سلسلة كاملة عشان الفيديوهات ما تبقاش طويلة. اول حاجة زي ما حضراتكم شايفين، ده زغلول عمره حوالي مثلا ممكن يكون 12 يوم 15 يوم، بصراحة مش عارفة قوي. حد بعتهولي على الخاص وقال لي دايما الزغالة عندي بتطلع بالشكل ده. دي نصيحة لأي حد، دور على الكلفة بتاعتك، دور على الكلفة بتاعتك. حط ايدك داخل الكلفة لما تيجي مثلا تجيب الكلفة من عند اي حد. حط ايدك داخل الكلفة تطلع مفيش فيها اي نوع من انواع التراب، تطلع ايدك نظيفة خالية تماما من اي مشاكل. تمسك الحبوب ما تلاقيش فيها اخرام، والحتة دي مهمة جدا. تاني حاجة لازم انزل السموم اللي موجودة في جسم الحمام بتاعي. طب ازاي انزل السموم؟ اول حاجة لازم دايما نعمل مشروبات طبيعية. الاهم بقى من المشروب اللي انا بعمله ان ازاي اعمل المشروب، والحتة دي مهمة جدا. بعض الناس او كل الناس بتعمل مشروبات، لكن للاسف بتعملها بطريقة خاطئة جدا. فالطريقة ديت بتأدي برضو ان الحمام عندي اعمل مشروب زي ما بعملش، ونرجع تاني نقول الاعشاب ما بتجيبش نتيجة. من اقوى المقويات ومن أفضل الحاجات اللي بتجيب معانا أنا شخصيا بنسبة 100% نتيجة فوق الممتازة هي بأمانة الأعشاب. لكن أنا لما باجي أجيب الأعشاب بتعامل معاها بطريقة صح. طيب أنا لما أجي أعمل عشب أعمل إيه؟ أول حاجة دايما عود نفسك أول ما تدخل غرفة الحمام، حط الأكل واقعد في مكان كده راقب الحمام بتاعك. شرب المية ممكن يكون الفرد الحمام صحته حلوة ويشرب مية عادي، ممكن يكون تعبان ويشرب مية. مش هتقدر تعرف إن كان فرد الحمام عنده أي مشاكل أو لأ غير من القعدة وتراقبه من بعيد. لو لقيت أي نوع من أنواع الحمام عندك فرد الحمام مش مظبوط، واقف ما بياكلش، واقف راكن، ممكن فرد الحمام يكون لسه في بداياته. فمن هنا هنقدر نوصل. طيب مشروب النهاردة من أفضل وأحسن المشروبات اللي بأمانة بتنظف المعدة بشكل مش طبيعي. كلنا بلا شك عارفين الجنزبيل الأخضر. طيب الناس ممكن تسمع دي وتطلع تجري، لا استنى، الجنزبيل الأخضر مش أي جنزبيل أخضر تجيبه، ولا كمان إزاي تتعامل معاه. أول حاجة أنا بحط حلة على النار او كنكة او اي حاجة موجودة عندك او اناء زي ما كل واحد فينا بيسميه في بلده. بحط حاجة كده على البوتاجاز بتاعي، ولازم اغطيها. المية بتاعتي تكون مية الشرب العادية اللي موجودة في كل بيوتنا. يعني حضرتك ما تجيبش مية مش متنفعش، هات مية نظيفة في إناء نظيف حضرتك تكون بتستخدمه شخصيا لاستخدامك الشخصي. يعني الإناء يكون نظيف وتحطها على النار، والإناء يكون مش مكشوف. طبعا أنا كشف هنا عشان بس أوضح الصورة لحضرتك، لكن مش عشان أي حاجة تانية. بحط الإناء على النار، المية لازم أنا عندي تغلي كويس جدا. لما المية بتغلي بكون أنا مجهزة قطعة من الجنزبيل الأخضر، وقطعة من الصمغ العربي، وكمان 7 حبات من القرنفل. طبعا أنا مزودة 7 حبات من القرنفل لأن أنا هعمل 3 رتل من المية. كل رتل مية بتحط له 7 حبايات من القرنفل. مجرد ما المية بتغلي ببدأ ان انا اضيف الحاجات اللي انا ذكرتها. ولازم اغطي المية، لازم اغطي المية. لو حضرتك سبت المية مكشوفة كل البخار اللي بيطلع من المية ده للأسف هو الفوائد اللي موجودة في العشبة بتاعتنا. المشروب ده هحطه للحمام امتى وازاي؟ اهم حاجة زي ما قلت لحضراتكم لازم اغطي المشروب، ويفضل تعمله على بيات
وبعد كده باخده بصفيه، وبعد ما اصفيه بديه للحمام بتاعي. ولو حضرتك عاوز تكرم الحمام بتاعك فعلا، اعمل المشروب ده يومين 2 في الاسبوع، وان شاء الله هقول لكم ايه المشروبات التانية اللي ممكن تعملوها. خلاص انا صفيته وحطيته للحمام بتاعي، بعمله مرتين يومين في مرتين 2 في الاسبوع. وبكده اقدر ان انا اعمل زي غسيل كلوي للامعاء بتاعتي، بغسل الامعاء بتاعتي من اي اتساخات، كل المشاكل اللي موجودة في الكلفة، كل المشاكل اللي موجودة في الأمعاء بتنزل مع الإخراج. طيب ده أنا ممكن أأكل كلفة تعبانة وأعمل المشروب؟ طب معلش، هو حضرتك هتدي كلفة كلها سموم ونرجع نفكر إن احنا ازاي ننزلها؟ لا طبعا، غلط جدا. كل اللي حضرتك هتعمله، تنظف الكلفة كويس جدا، وبعد ما تنظف الكلفة هتبدأ إن انت تعمل المشروب مرتين في الأسبوع. وبإذن الرحمن أنا هقول لحضراتكم على أنواع مشروبات كتيرة جدا نقدر نعملها، هتبقى سلسلة كاملة من المشروبات، مش هيبقى عند حضرتك أي حاجة، ولا يبقى عندك إن شاء الله مشكلة في الحمام. أهم حاجة كلنا لازم نعرف إن الموت بتاع ربنا، وأنا لما أقول مثلا أسباب الموت أو حاجة، ده بيكون كل القصد مني إن أنا في أسباب ممكن أكون بعملها مش واخدة بالي منها خالص، ممكن تعمل لي مشاكل كتيرة جدا أنا في غنى عنها.